شباب ما كملوش 14 و15 سنه وبيضربوهم بالنار في رجلهم الاول عشان يعذبوهم وبعدين يخلصوا عليهم. اعدامات ميدانيه لكل شباب الكره ورجالتها، حتى الاطفال الرضع ما سلموش من الوحشيه دي. اللي انتوا شايفينها على الشاشه دي تبقى الطفله منيسه حسن، للاسف اتقتلت بكل وحشيه وتهمتها الوحيده انها من فلول نظام بشار. حد يقول لي ممكن كل ده يكون كذب وتزييف اعلامي خاصه من الاخوه العلويين. هقول لك الموضوع وصل ان في ست علويه كانت قاعده في بيتها ولما شافت العناصر المسلحه وهي بتقتحم البيوت بعدها تسمع صريخ وضرب نار، قامت جريت بسرعه وفتحت لايف على فيسبوك ووثقت اللي بيحصل. هحط لكم الرابط بتاع اللايف ده تحت في صندوق الوصف. حد هيقول لي طب ما انت مرة في الحس كده، كان فين صوتك لما بشار كان بيرمي براميل وكيماوي فوق اهل سوريا من الطيارات وكان بيموت كل الطائفه السنيه؟ اقول لك يا صديقي انا ضد ده وضد ده، وعلى فكره في ناس كتير من اللي اتاذوا من بشار وحاليا هم بيرفضوا اللي بيحصل ده. طب خد بقى الكبيره، عايز اقول لك ان في جنود من اللي وصلوا كتعزيزات للمنطقه هناك خرجوا في فيديوهات ورفضوا اللي بيحصل. اسمع كده. السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد حجي أبو عبيدة من مدينة اللاذقية. بدنا نحكي عن الانتهاكات اللي صارت والجرائم اللي صارت في اليومين الماضيين في بانياس وجبلة ومختلف المناطق. وأنا اليوم بحكي باسمي واسم كل إنسان شريف رافض للقتل، رافض للظلم، وباسم كل مقاتل ما خان العهد. أنا ضد أي انتهاكات إنسانية لأهل سوريا سواء من السنة أو الشيعة أو من الدروز أو المسيحيين أو حتى العلويين. خلي بالك اللي بيحصل ده كله أصلا مش في صالح دولة سوريا بالأساس، اللي بيحصل ده بيخدم على إسرائيل ودول تانية.